يا معتصم. نعم يا أبي جميل. كيف حالك يا بني؟ الحمد لله. الحمد لله دائما وأبدا. ماذا تفعل عندك يا معتصم؟ من هذا الرجل الذي تجلس بين أحضانه؟ إنه خالي أنا وليس خالك أنت. لا إنه خالي أنا. بل إنه خالي أنا. لا إنه خالي. إنه خالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا معتصم، سمعت أن خالي يا معتصم تعبان ومريض ويحتاج إلى قراءة شيء من القرآن. ما رأيك أن تقرأ له شيئا من القرآن تستقر به نفسه؟ أقرأ شيئا له من الرقية الشرعية. سأبدأ. ما شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اجعل يدك على صدره يا معتصم هكذا. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حرارته في صدري مرتفعة. طيب يا معتصم، حتى تسكن هذه الحرارة وتهدأ لنقرأ آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم جيد. وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسدة. بسم الله أرقيك والله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسدة. بسم الله أرقيك والله يشفيك. ما شاء الله يا معتصم. كلمة لا تامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. أحسنت يا معتصم. بقي سورتين مهمتين، الفلق والناس. أولا الإخلاص والفلق والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه تقرأ في الرقية. نعم. الفلق. ثم الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس بعد لما أقرأها 3 مرات. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انتهيت. ما شاء الله يا معتصم، أحسنت. هل تنصح خاله يا معتصم، هل تنصح خاله أن يحفظ ويحرص على هذه الرقية الشرعية؟ نعم. أخذه إلى المستشفى إذا كان عندي سيارة إسعاف. ما شاء الله. هل أنت طبيب؟ نعم. ما شاء الله. في أمان الله. طيب خاله، تريد أن تقول شيء لمعتصم؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم إلى ما يحب ويرضى في أمان الله. اللهم آمين. استمع إلى خاله ماذا يقول لك. جزاك الله خيرا يا معتصم وبارك الله فيك. اللهم آمين. وإياكم. اللهم آمين. بارك الله فيك يا معتصم. في أمان الله وحفظه.